السلام عليكم الاخوات الاخوان المشاهدين المشاهدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي، ونلقاكم لهذا الفيديو في احسن الاحوال. مبروك عواشركم، والله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه، وباش كتمناو نتوما والعائله ديالكم. فيديو ديال تحضيرات رمضان، غادي نشارك معكم سلو او السفوف او الزميطه، كل مدينه كيفاش كتسميها. ونشارك معكم الشباكيه. واخا البنات، هاد الشباكيه هادي راني صورت، ومني جيت نشوف لقيت راسي ما صورتهاش نهائيا، حطيت كل شيء وقديته باش نصور. جيت نشوف التليفون لقيته راه ما صورت حتى شي حاجه، داز كلشي داكشي هكاك. المهم راه مشاركه معكم في القناه. دخلوا وشوفوها، غير هذه درتها باللوز، فاش درتها باللوز والجنجلان. المهم راه جات زوينه وجات بنينه، واخا ما شفتوش البدايه ديالها. وكذلك حتى هو سلو، حتى هو الفيديو اللي حمرت فيه اللوز وحمرت فيه الجنجلان وطحنت فيها البنات، حتى هو لقيته. كنعتذر بهذا الفيديو هذا، حتى هو لقيته يعني ما تصورش ليا. داكشي اللي كان هو اللي صورته معكم، وفيديو خفيف ظريف، ونتمنى يعجبكم. وما تنسونيش اخواتاتي بشي لايك وشي اشتراك وشي كومنتير زوين، بحال دائما شجعوني باش نبقى نحط لكم لا فيديو دائما. ودخلوا معايا هنا الفيديو. غادي نشارك معكم سلو ديالي كما قلت لكم، او الصفوف كما كل واحد شنو تيقول، شي تيقول سلو، شي تيقول الصفوف. البنات، المقطع اللي كنت كل حاجه دايرها بحدها، راه عند بالي كنصور لقيته ما تصورش. المهم انا غنقول لكم كل حاجه شنو كاين هنايا. هذا راه تخلط ليا. عندي كيلو ونص ديال اللوز البنات. اللوز كيلو، حمرته في الفران حمرته هكا في الفران وطحنته في الهاشوار. نص كيلو ديال اللوز، درتها سلقتها وقليتها في الزيت البنات. هو هذا، طحنته حتى هو في الهاشوار. انا البنات هنا طحنت داكشي مزيان على ود الوالده مسكينه، بغاتو شويه هكا مطحون. هنا قلنا كيلو ديال اللوز محمر في الفران، ونص كيلو مسلوق ومقلي في الزيت، وعندي كيلو ديال الطحين، وعندي البنات تقريبا 2 كيلو ديال الجنجلان. ودرت البنات هنايا درت رابعه ديال الايلان. انا درت ايلان هنايا اللي تيبغيه. المهم انا درته مزيان هكا العظام وداك الشيء. ودرت البنات هنا درت تقريبا هاد الزليفه هذه ما بين زرعت حبه حلاوه والنافع. نوريكم زليفه هي هذه البنات، حيت المقطع مشى ليا. هذه الزليفه اللي درت فيها النافع وحبه حلاوه، طحنتهم مزيان حتى هما، راه درتهم هنايا. ودرت القرفه حتى هي تقريبا راه درت نص ديال هذه. القرفه كتجي زوينه، الذوق ديالها في السلو كتجي زوينه. وهذه هي الكميه، راه عندي هذه الكميه هذه حيت جاتني صغيره. انا عاد غنديرو في شي بانيو كبير وغادي نخلطو. انا بغيت نوريكم اشنو درت وصافي. كيجي هاد السلو هذا راه كيجي زوين وكيجي صحي. دابا غادي ندير السكر نغربلو قدامكم. عندي هنايا تقريبا واحد كيلو الا ربع غندير. مالفا كندير البنات العسل. دابا غندير غير هذا السكر نكلعصي. راه كلشي البنات بالنسبه للجنجلان راه منقي مغسول محمر على حقه وطريقه، وطحنتو حتى هو كلشي. هادشي طحنتو مزيان شويه، ما خليتوش هكا حرش بزاف. بسم الله. غادي نغربل هذا السكر هذا. ما غنديروش كامل حيت باش ما يجينيش حلو بزاف. شويه نقصو هكا من الحلاوه. انا هنا غير وريتكم مال الكميه الاخرى، ها هي عندي باقا عندي هنايا. بغيت نشارك معكم السلو ديالي. ومبروك عواشركم ان شاء الله، باش كتمناو يدخل عليكم ان شاء الله رمضان بالصحه والسلامه نتوما والعائله ديالكم، باش كتمناو الاخوات
والاخوان كاع اللي كيتفرج فيا كنقول لهم مبروك عواشرك. صافي باش ما نطولش عليكم الفيديو البنات، غادي نخلط هاد النواشف كامله، وما تنسوش المليحه حتى هي. صافي غنخلط هاد النواشف كامله مع النواشف الاخرى اللي عندي كما قلت لكم. راه باقا عندي الكميه الاخرى غنديرهم هكا في شي بانيو غنخلطها، وغادي ندير نوريكم كيفاش كنخلطها. غندير مع الزبده والزيت وزويته هكا ديال الزيتون بلديه، راه كيجي زوين. يلا هنا نتوما معايا ان شاء الله، وغنشارك معكم ان شاء الله الشباكيه حتى هي ها هي وجدتها حتى هي غنشاركها معكم ان شاء الله. هنا البنات راه كبيتو في هذا البانيو كما قلت لكم، ودابا راه خلطته مزيان. درت الملحه ودرت داك السكر كلاصي، ها هو خلطته مزيان في هذا البانيو هذا. وغادي ندير البنات واحد سلافه ديال الشنجلان هكا، وغادي ندير هاد زلافه ديال اللوز حتى هي. البنات هنايا راه درت رابعه ديال الزبده، خليتها حتى دابا حتى ولات نوازيط، وزدت عليها داك الزيت اللي قليت فيه اللوز، ودرت تقريبا واحد نص لتر ديال زيت الزيتون. ودابا غادي نكبو بحال هكا، وانا غادي حيت ما كاينش اللي يصورني غادي ندعكم مزيان، ندلكم مزيان هكا باش يطلق داك الزيت ديالو، وتشوفوا معايا كيفاش الشكل النهائي. البنات ها هو السلو ديالي او الصفوف او الزميطه، هانتوما راه دلكتها مزيان، دلكتو ودرت عليه داك اللوز، وغادي نخليه دابا انا مثلا قديتو دابا الصباح غنخليه حتى العشيه ولا حتى الغد ليه، ونعاود نعركو مزيان تيطلق داك الليدام ديالو. وها هو وجد معنا، راه دقتو جا بنين بصراحه بنين. ايوا هادشي اللي كاين. دابا غندوز معكم الشباكيه. البنات بالنسبه للشباكيه ها هو العسل قديتو البارح، هانتوما كيتقيل شتو، هانت ثقيل تبارك الله جا زوين. قديتو هذه اللي كتشوفوا كحله البنات، هذيك راه الشهده كانت عندي، وحتى طيبت العسل ودرتها هكا باقي العسل سخون، وحطيت ديك الشهده ديالي، راه طلقات داك شويه باش كتطلق ديك الشهده كيجي زوين، كيجي المذاق بحال الاحر، بحال العسل الى حر. يلا خواتاتي انا وريتكم العسل اللي صاوبت. الا بغيتوا الطريقه ديالي راه كاينه عندي نيت في القناه. دابا غندوزو للشباكيه، الوصفه ديال الشباك. البنات ها هي شباكيتي، رانا شبيكتها، خليتوني عجنتها وخليتها حتى رملتها مزيان كما قلت لكم، عجنتها هكا بشي الماء بارد وخليتها قاصحه. البنات خليوها قاصحه باش تجيكم بحال هكايا. هانتوما دابا ان شاء الله غادي ندوز نقليها ان شاء الله. هانتوما راه كتجي زوينه وكتجي بنينه. دابا ان شاء الله انا شعلت دابا هذا سميتو باش نقليها ونكملها باش ما نطولش عليكم الفيديو. والبنات هذا هو السلو ديالي، هانتوما كتشوفوا كيف جا معلك وجا زوين. انا درتو بهاد الطريقه هذه هنا في هاد الطبق هذا ديال القصيعه كيجي زوين. هانتوما شوفوا كي راه جا معلك وجا بنين في الصراحه. هو هذا، وغادي ندوز نوريكم الشباكيه حتى هي. هانتوما شوفوا كي معلك وزوين، هانتوما شتي زوين. نتمنى يعجبكم الطريقه ديالي ديال السلو او الصفوف او الزميطه، كلش شنو تيقول ليها تعجبكم وتطبقوها، كتجي زوينه وكيجي صحي وزوين. ندوزو دابا حنا الشباكيه. ها الشباكيه حتى هي هذه، هانتوما حتى هي كي جات مجعبه وزوينه. هذه البنات هذه غير ديك الشهده اللي قلت لكم درت في العسل تلقات تما. هانتوما هي الشباكيه ديالي جات معلكه حتى هي تبارك الله وجات زوينه. انا ندير نحل معكم وحيده. هانتوما ايوا نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش بشي لايك وشي كومونتير زوين بحال دائما، وشجعوني نبقى نحط لكم دائما الجديد. ومبروك عواشركم، تهلاو ليا فراسكم الى فيديو جاي ان شاء الله، وتبقاو على خير. وغادي نحل معكم دابا وحيده ونقول لكم بسلامه. هانتوما كي مجيعبه وزوينه شتو.
زوين. ها نتوما هذه هي الشباكيه ديالي. نقول لكم السلام عليكم.